السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بالمزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم في آخر الأخبار هذا الأسبوع. إنا لله وإنا إليه راجعون. قناة هشام البركة تقدم عزاء لضحايا الزلزال بالمغرب. فاول موضوع عندنا ان شاء الله كما كتسمعوا مؤخرا الكاس العالم ديال النساء اللي تنظم مؤخرا في استراليا، وكان رئيس الجامعه الملكيه الاسبانيه بانه بس واحد اللاعبه دار له واحد القبله واحد البوسه ونضت ضجه عليه في اسبانيا، في القضاء، في عديد من المواقع او الجرائد في اسبانيا. فهذا المدرب فهذا رئيس الجامعه فهو دابا عند القضاء وكلهم بغاو يمشيو في حالته وغادي يجروا عليه المنصب ديالو. وحنايا بغينا ندوي على هذا المدرب الفرنساوي اللي كيدرب المنتخب الوطني للنساء. انا شفتو بعيني في المباريات كيشد المغربيات كيضربهم على السوا ديالهم. سيري تلعبي صعب بيان تيضرب على السوا ديالها، وبعض المرات تيعنقها. دخلوا الجوجل وشوفوا الصور وغادي تلقاو كيعنق الدري المغربيات وتي في المباريات تيضربهم في السوا ديالهم. ولا دويتي يعني حنا خاص شي واحد مسؤول من الجامعه يقول لي لا ما تبقاش دير بحال هاد الافعال، لان حنا دوله محافظه ودوله اسلاميه ما تيبغوش بحال هاد الافعال هادو. حيدهم، عطي الخطه ديالك وما تمسها ما تمسك صافي. يعني حنا مسلمين اصاحبي، اصلا ما خاصهاش تلبس كاع الشورت، خاصها تلبس السروال وتلبس تلعب مغطيه، هي عوره وزادت في العوره ديالها ولا في خيدات ديالهم كيبانوا. واش بقاو من عندها من والدين؟ دابا هادو كاع ما بقاو كيحترموا، تلقى كاع ما بقات كتصنت لا والديها لا امها لا با امها، تقول لها سيري عا بنتي الله مزيانه امها راه كتعرفوا الامهات تقول لها سيري مزيان. دابا با مسكينه مطيح في الحومه ديال يقول شي بنتك عريانه كتجري في التيرانات. يعني كاين شي حوايج اللي خصنا نطرقوا لهم، يعني ماشي في المحل ديالهم. حنا ماشي مسيحيين ولا دابا مثلا دابا هذا المدرب هذا راه ما تلقاوش ماشي مسيحي، واخا فرنساوي تلقاوه ملحد، لان عديد في اوروبا ما بقوش مسيحيين. واخا الدوله مسيحيه الشعب اكثريه ملحدين، بحال غوارديولا ملحد كتشوفوا بالراسه بحال العربي كيبان، ولكن هذوك هما اللي تيكونوا خايبين، بحال دوك اللي كيبان لك كيتشبه للعرب، راس كعار وعيني كحلين ولكن هو كيبان لك قاوري. شفتي فيه مزيان داكشي كتعرفوا قاوري حتى من الهضره ديالو، ولكن من بعد كيبان لك بحال شي عربي، كتقول راه شي عربي، ولكن كتقرب ليه كتعرفوا بانه قاوري. هذوك هما اللي تيكونوا خايبين، تيكونوا تيدير لك ماشي بحال قاوري شاب وعيني زرقين. هذاك ما يشدش معاك السكير في شحال من حاجه في اوروبا، ولكن داك اللي كيبان لك في الشبه ديالك هذاك هو اللي كيدير معاك قو. المهم قلت لك هاد الملحدين راه كدير شي شويه كاع دوكا كيدير هو قدا شنو هو، غير شي حاجه تقلقوا فيها كيبغي يلعب عليك الغوله ديالو، كيطلق عليك الغوله لانه ما عندوش باش يامن. الا بغى يحلف مثلا في اسبانيا كيقول لك ما كانش الله، ما كنستعرفش انا بالله. انت عندك الله، انت مسلم عندك الله، انا ما عنديش الله. الا بغى يحلف لك بولده ولا بنته كيقول لك تيلي خورميخا ولا تيلي خورميخا ولا تيلي خورمي بيرو. المسيحي لا، المسيحي تيقول لك الا بغى يقول لك ياكد لك شي حاجه يقول لك تيلي خورمي ديوس هو الله، تيلي خورمي ديوس. ولكن الملحد ما تيحلفش لك بالله، لان اولاد اكثر. وهذا المدرب ديال المنتخب المغربي للنساء تلقاه ملحد. انا شفتو بعيني في المباريات كيضرب الدريه في السوا ديالهم، يقول بيان صافا الي وتيعنقهم. خاصو يقولوا لي شي واحد مسؤول يقول لي لا هذوك الحوايج ما تمسوا بلا ما تضربها بلا تععنقها. راه الكاميرا كتشوف، والديها كيشوفوا، العائلات كيشوفوا، المجتمع تيشوف. يعني خاص فهمتي. ماشي حنا ملي نبغوا نهضروا على حقنا لا هادي لا. هما عندهم شو هما عندهم عيب. شو هذا الرئيس الجامعه الملكيه الاسبانيه بسبوسه اللاعبه بفوز كاس العالم ناضت عليه الروينه، قال لي علاش تبوسه.
وحنا ملي تقول ليه ضربها يقول لي لا شنو، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم هذا موضوع، وانتم لاحظوا من ورايا، لاحظوا المباريات، شوفوا كيف كيتعامل معاهم، ودخلوا للجوجل وشوفوا الصور. المهم اخر ما كاين بالنسبه للمنتخب اللاعبين، الحق هنا يدير لنا لايك ويشارك معنا القناه وشكرا لكم، وشي كومونتير. ما كاين بالنسبه للمنتخب اللاعبين المنتخب الوطني او اللاعبين المغاربه، فهم تالقوا في هذا الاسبوع هذا، عديد من اللاعبين تالقوا، وكاين بعض اللاعبين اللي طاحوا كما كنقول لكم مع ملحدين، مدربين ملحدين، اكثريتهم ملحدين. بحال اللاعب أناحي اللي كيلقى صعوبات، هو يلاه تألق مع المنتخب الوطني، سجل هدف، وشتو اللاعب ديالو كيزوين وكيمرر وكيدير بزاف د الحوايج، ومع ذلك لقى صعوبات مع المدرب اللي كيطلب دابا. أناحي كيطلب بالرحيل ديالو، لانه مسولو المدرب مارسيليا علق على استبعاد أناحي عن المباراه الاخيره، قال لهم ماشي مزيان في التدريب ديالو، والمباراه الاخرى اللي ما دخلتيش، وملي جا ما دخلوش، ملي جا ما عمرو دخلوا، كيدخلوا 15 دقيقه بحال الركراكي كيما كيدير مع حمد الله، جي ياخذ ليه بحال الركراكي جي ياخذ غير الشعبيه ديال حمد الله، ومدخل حمد الله للثلاجه ويقول لهم لا ما كاينش بلاصه، وهو لعبتي المصيره اش داير، واش غيدير؟ الركراكي تا هو فيه الفعيل، جيب حمد الله اللي هداف البطوله السعوديه ولعب مع لعابه عالميين، وكتحطه في البانكيو وكتقول لي بلاصتو ما كاينش، ومدخل يوسف النصيري، وتتقول بان راه المكانه ديالو ما كايناش. يعني راه كاينه شي حاجه في راسك، علاش ما كتدخلش حمد الله؟ انا كنت من حمد الله والله ما نجي للمنتخب، غنقول لي شوف الا كنتي غتعيط عليا تدخلني اللعب عيط عليا، اما تحطني في البانكيو انا ما مساليش لك، انا عندي فريق ديالي وعندي شعبيه ديالي، الشعبيه ديالي خصني نبين لهم الحقيقه. انا كنت من حمد الله والله تنقول لي، نقول ليه غادي تعيط عليا اللعب، ما تعيطش عليا، بلا ما تعيط عليا انا خليني نخرج للجمهور ديالي نقول لهم علاش ما عيطش عليا. ها كاين وها كاين، كل واحد كيبغي يبين راسو، انت باغي تبين راسك في المنتخب، حتى انا باغي نبين راسي للجمهور ديالي وفي الفرقه ديالي. المنتخب حنا مستعدين نلعبوا مع المنتخب، الا تعيط علينا ما تعيط علينا تدخلنا للثلاجه، هادشي راه ماشي معقول. انا كنت من حمد الله والله تنديرها بالله، والله العلي العظيم تنديرها، تعيط عليا اللعب واخا، ما تعيطش عليا اللعب صافي ما عندنا ما نديروا بهذا اللعب معاك. ولكن حمد الله ما عرفتش علاش ساكت. دابا أناحي كيطلب بالرحيل عن مارسيليا، مع ذلك كتشوفوا امين حريث حتى هو ما كيلعبش، يعني كيولوا ملحدين، مدربين ملحدين تيلقاو المغاربه صعوبات كثيره. مقابله ودي للمنتخب الوطني المغربي الكرات داخل القاعه، اللي المنتخب المغربي تفوق على المنتخب الارجنتيني ب7-0، كلكم كتعرفوا هذه. وشرات مقابله اخرى اللي تعادل فيها المنتخب المغربي الوطني مع الارجنتين، وكتعرفوا الارجنتين ما عمره ما خسر ب7-0. والبارح انا تفرجت في المقابله ديال البرازيل وايران حتى هي محتله المرتبه الخامسه عالميا، والمغرب محتل دابا المرتبه الثامنه. ومع ذلك والله المراوغات اللي عند المنتخب الوطني، دوك المراوغات الفرديه والكره اللي كيدوروا بيناتهم، والله مشى البارح عند البرازيل، والله مشى عند ايران البارح، وربحت البرازيل ب3-1، ربحت ايران. يعني هنيئا لهذا الفريق، والصراحه هو فريق ممتاز داخل القاعه، والله نتمنوا لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله. الوداد ينتزع التعادل الثمين امام حيفاء الكوناكري في دوري الابطال الافريقي. الوداد جاب تعادل ثمين 1-1، يعني المقابله في الاياب تكون سهله ان شاء الله. حكيم زياش اول مقابله ديالو كيتسبب في هدف للفريق ديالو، يعني الفريق البركاني تا هو تعادل، بركان تا هو تعادل مع فريق نيجيري، يعني تعادل لا بأس به. الرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأخوات اللي الحق هنا يدير لنا لايك ويشارك معنا القناة وشكرا لكم، وشي كومونتير. رئيس الجامعة الملكية المغربية كيديروا مع الجامعة الملكية الإسبانية والبرتغالية بالنسبة لكأس العالم 2030 إن شاء الله.
عندنا عديد من المواضيع. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.